السلام عليكم. معظمكم قلقان من رمضان وحاسس إن الشهر ممكن يضيع عليه أو يأثر عليه بالسلب في المذاكرة، ولكن أنا جاي أطمنك النهاردة وأقول لك إن أنا السنة اللي فاتت كنت داخل شهر رمضان بنفس التفكير ده، والحمد لله كان من أحسن الشهور أداء ليا في الثانوية بفضل الله. فالنهاردة أنا جاي أساعدك وأقول لك على بعض الحاجات اللي فرقت معايا وعملتها في رمضان، وبعض الغلطات اللي لازم نتجنبها وبعضها أنا وقعت فيها في الشهر ده. فيلا بينا نبدأ. مرحب شهر الصوم مرحب. مبدئيا كده عشان الشهر ده مهم وكمان وقتك مهم، انا مقسم الفيديو ده ل3 اجزاء كلهم مهمين. الجزء الاول هنتكلم فيه عن وقت المذاكره يكون بالليل ولا بالنهار لانه سؤال مهم جدا، وتاني جزء هنتكلم فيه عن هتاخد دروسك اونلاين ولا اوفلاين وازاي توازن ما بينهم لان السؤال ده اتكرر كتير جدا. والتالت جزء اللي انا شايفه شخصيا هو الاهم هو العادات الرمضانيه اللي تعملها واللي ما تعملهاش من واقع تجربتي الشخصيه عشان تطلع باحسن انتاجيه في الشهر ده. ولان مش كل الناس عندها مشاكل زي بعض فانا هوفر عليك وقتك وهقسم لك الفيديو تحت لل3 اجزاء دول فتقدر تنتقل لاي جزئيه انت عايز تسمعها. فيلا على طول نخش في اول جزء. اول سؤال معانا هو وقت مذاكرتك يكون الافضل بالليل ولا بالنهار؟ مبدئيا كده احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو ازاي تنظم وقتك كثانويه عامه، وقلنا ان في اختلافات ما بين الناس ومش كل الناس المفروض تذاكر الصبح ولا كل الناس المفروض تذاكر بالليل، وقلنا لان الموضوع ده ليه عوامل كتير بيتوقف عليها. بس الفكرة ان رمضان ليه وضع مختلف وده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة. رمضان فيه صيام طول اليوم ده اكيد هيأثر على طاقتك وتركيزك، وكمان في ميعاد فطار بتحصل بعده حاجات هنشرحها فيما بعد في الفيديو ده، وكمان في ميعاد سحور لازم تكون صاحي في الوقت ده عشان تتسحر وتصلي الفجر. فملخص كل الكلام اللي اتقال ده ان رمضان لو ما مشيتش فيه بروتين مظبوط عليك انت غالبا هيضيع عليك بدون مذاكرة او انتاجية. طب وايه الحل بعد كل المعطيات دي؟ بص، هو انت كده كده في الاخر انت اللي هتفصل جدولك، ولكن انا هشرح لك اللي انا مشيت بيه السنه اللي فاتت من واقع تجربتي الشخصيه واللي الحمد لله نجح، ولازم نحط في الاعتبار الفروقات الشخصيه اللي ما بين كل واحد والتاني. فدلوقتي هبدا اشرح الروتين اللي كنت ماشي بيه. مبدئيا كده احنا هنثبت قاعده انك هتاخد كل دروسك سواء اونلاين او اوفلاين الصبح. طبعا انت دلوقتي معترض وعايز تخلي كل مذاكرتك بالليل عشان تكون مركز وفايق كده وملكش حجه. اقول لك اصبر عليا وهشرح لك دلوقتي كل حاجه. نظام يومك في رمضان هيكون كالتالي: انت هتاخد دروسك سواء اونلاين او اوفلاين الصبح زي ما اتفقنا. ممنوع دروس او مذاكره من فتره العصر للمغرب نهائي. ممكن تقضيها في قراءه القران او الذكر لكن ما تفتحش فيها كتاب نهائي لان استيعابك ساعتها بيكون تقريبا صفر ومخك بيكون فصل. ما تسمعش كلام حد يقول لك انزل اجري او اعمل مجهود شاق زي انك تروح الجيم تشيل حديد في الفتره دي لانك ببساطه بتعرض نفسك لخطر الجفاف واحنا اكيد في غنى عنه. ممكن تنزل تتمشى او تعمل مشاوير وتجيب طلبات للبيت، او لو انت بنت ممكن تساعدي والدتك في تحضير الفطار في الفتره دي. وما تنصحكش خالص انك تنام في الفتره دي لان القيلوله هتبوظ لك اليوم وهتخليك اي مصدع ومش مركز وهتبوظ لك كل اللي جاي. طيب خلصنا فترة ما بين العصر والمغرب وكمان فطرت وقلت أدعيتك اللي هتدعيها قبل الفطار اللي هتبقى مجهزها كويس قوي لأن للصائم دعوة مستجابة. طيب فترة ما بين المغرب والعشاء دي هنعمل فيها إيه؟ هي ما بتكونش فترة كبيرة عامة، ممكن تخلص أصلا في الفطار وإنك قعدت اتكلمت مع أهلك شوية. ممكن مثلا برضو تقرا فيها جزء قرآن لو أنت عندك متسع من الوقت قبل التراويح. خلصت التراويح وكنت طلعت من الجامع في مرحلة جد أنت داخل عليها دلوقتي غالبا أنت عندك العشاء في رمضان بتأذن 7:15. قول مثلا هتخلص العشاء والتراويح على 8:30، هترجع البيت تبدأ جلسة مذاكرة بما يرضي الله. مش عايز أي مشتتات ولا أي حاجة تلهيك عن إنك تخلص كل اللي وراك. جلسة المذاكرة دي ممكن تمتد من الساعة 8:30 أو 9 للساعة 12 أو 1، يعني أزيد من 3 ساعات، ولكن ما تنساش تاخد بريك في النص مرة أو مرتين عشان تفضل مركز إن شاء الله. أهم حاجة هنا إنك بعد ما تخلص إنك تنام قبل الساعة 1 إن شاء الله، بحيث إنك تنام ما يقارب ال4 ساعات قبل الفجر اللي تقريبا هيكون الساعة 5. تقوم تتسحر براحتك وتنزل تصلي الفجر وتطلع تنام تاني، بحيث إنك تقوم الساعة 8 وهتكون خدت كفك من النوم كويس أوي وقايم فايق ولسه مش جعان قوي وجاهز تذاكر بكل نشاط وحيوية عشان مش هتاكل حاجة. وبعدين تبدأ دروسك سواء اونلاين او اوفلاين لحد العصر زي ما اتفقنا وتعيد اليوم بقى. في بعض الناس هتقول انا عايز انام طول النهار واصحى اذاكر طول الليل. هقول لك الموضوع مش حلو خالص وانا جربته وفشل معايا لكذا سبب. اوله ان تركيز هرمون الكورتيزون بالليل بيكون في اقل مستوياته وهو هرمون النشاط والتركيز، وهرمون الميلاتونين او هرمون النوم بيكون في اعلى مستوياته بالليل برضه. هتقول لي ان انا طول عمري متعود ان انا بذاكر بالليل. اقول لك صدقني الموضوع على المدى البعيد تاثيراته وحشه قوي، وتقدر تبحث بنفسك عن موضوع قلب اليوم انك تخلي الليل نهار والنهار ليل، ثم يعتبر ان انت كده طول فتره الصيام بتبقى نايم. وهل هو ده هدف الصيام اصلا ولا هو تهذيب للنفس وكبح شهواتها؟ انت هتحس اصلا بالصيام ازاي طول اليوم وانت نايم؟ وكمان الليل كله مليان مشتتات والناس كلها صاحيه، واللي عمال يتفرج على مسلسلات واللي عمال يملى بطنه عشان يعوض فتره الصيام زي اللي كان محروم وحد اداله اشاره خضراء وقال له انطلق.
اما الصبح فمعظم الناس هتكون نايمه يا اما في شغلها ومحدش هيقدر يعمل جنبك دوشه او يشتتك. صدقني انا بقولك على النظام اللي ان شاء الله هينجح معاك وعن تجربتي الشخصيه. طب ننتقل لتاني سؤال، وهو هل تحويل بعض الدروس اونلاين هيوفر لي وقت ولا اعمل ايه؟ هقول لك انا عن نفسي في رمضان ما حولتش اي دروس اونلاين، بل زودت مصادر اليوتيوب اللي كنت بسمعها بجانب الاوفلاين، والصراحه كانت تجربه ناجحه جدا ووقتي ما ضاعش ولا حاجه، واكون مركز قوي في الكلام اكتر من اي وقت قبل كده، ودي بركه الشهر اللي لسه هنتكلم عنها. بس مش كل الناس زي بعض زي ما قلنا، يعني عادي تحول بعض الدروس اونلاين، خاصه درس مروحك ليه هيسبب لك مشقه وانت صايم وهيخليك ما تعرفش تركز وانت في الدرس، لكن درس قريب منك وانت بتفهم كويس من مدرسه ليه تحوله اونلاين وتخاطر؟ عامه المدرس اللي بتفهم منه ده امسك فيه بايدك واسنانك عشان صعب تلاقي زيه صدقني. فالملخص بتاع الكلام ده كله انك لازم تثبت جزء من دروسك اوفلاين، وممكن تحول جزء منها اونلاين او لا على حسب وضعك انت ايه. تالت واخر حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي تعمل ايه وما تعملش ايه في رمضان، بعض الافعال اللي لازم تعملها وبعض الحاجات اللي لازم ما تعملهاش خالص، وبعض الوقعات اللي انا وقعت فيها ومش عايزك تقع فيها. اول حاجه هي انك لازم تصلي كل الصلوات في وقتها، ودي اساسيات، يعني ما تسيبش الشيطان يوهمك انك تعبان بسبب الصيام فتاخر الصلاه عشان ربنا يتقبل صيامك ان شاء الله. تاني حاجه هي انك لازم تثبت ورد قران كل يوم، ويا حبذا لو كان جزء في اليوم عشان تختم ختمه واحده ان شاء الله في اخر الشهر. تالت حاجة وهي غلطة أنا غلطتها شخصيا، وهو إن أنا قصرت في صلاة التراويح، وكنت بعض الأيام ما بنزلش أصلي في الجامع بحجة إن أنا ورايا مذاكرة وكنت بصلي في البيت. للعلم بالشيء أنا الأيام دي كنت بنجز فيها في المذاكرة أكتر من الأيام اللي كنت بنزل أصلي فيها، ولكن نفسي كانت بتبقى ضايقة عليا وببقى متضايق جدا. فأرجوك ما تقصرش إنك تنزل تصلي التراويح في الجامع، لأن هو شهر واحد في السنة وفضله عظيم فاستثمره أرجوك. أنا شخصيا ندمان لحد دلوقتي إن أنا قصرت في تراويح السنة اللي فاتت، ومستني رمضان ده عشان أستغله عشان أعوض فيه. رابع حاجة معانا وهي أرجوك ما تقلش في الفطار. جزء من خطتنا اللي قلناها انك هتنزل تصلي التراويح وبعدين تطلع تذاكر بجد، صدقني لو تقلت في الفطار ولا هتنزل تصلي تراويح ولا هتطلع تذاكر مذاكره عاديه. ممكن تاكل براحتك في السحور ولكن برضه باعتدال، واهتم في السحور بالحاجات اللي هتديك طاقه على مدار اليوم زي السكريات المعقده زي البطاطس المسلوقه مثلا، ومتنساش البروتين برضه زي البيض والجبنه القريش، وقلل الملح في السحور على قد ما تقدر عشان ما يسحبش الميه من جسمك على مدار اليوم، وقد لا قدر الله يسبب لك جفاف، او قد يسبب لك انك تبقى مش فايق او مقريف طول اليوم وانت صايم. يعني ابعد عن المخلل او اي حاجه فيها ملح عالي، وخاصه لو تعرف حد عنده مرض الضغط المزمن. خامس حاجه معانا وهي النوم، ما انصحكش خالص انك تقطع نومك على فترات طول اليوم بعيد عن وقت الليل والفجر اللي اتفقنا عليه، يعني تنام قبل الفجر وبعد الفجر لكن في نص اليوم ما انصحكش خالص. بالنسبه للناس اللي عايزه تنام شويه قبل الفجر وبعدين تصحى بعد الفجر تذاكر لحد الظهر وبعدين تنام من بعد الظهر وتاخد قيلوله تفصل بيها شويه وترجع تكمل اليوم، انا شايفها طريقه كويسه، ولكن لازم تكون متعود عليها قبل رمضان عشان تظبط معاك، لانك لو مش متعود عليها هتيجي بعد الفجر هتلاقي نفسك عايز تنام حتى لو نام كويس قبل الفجر ومش هتذاكر، لان مخك متعود انك بتبقى نايم في الوقت ده دايما. فحاول تظبط يومك على حسب جدول دروسك، وزي ما اتفقنا ان كل دروسك بتكون الصبح. وكل الكلام اللي قلته في الفيديو ده هو خلاصة تجربتي اللي قضيتها السنة اللي فاتت. رمضان ليه بركته يا شباب والله، ما تخافش من فكرة انك ممكن تقع فيه او تذاكر اقل من ما كنت بتذاكر قبل كده. ادعي كتير واستثمر ليالي رمضان انك تدعي فيها ان ربنا يحقق لك حلمك، وتصدق فيه على قد ما تقدر ان ربنا هيضاعف الثواب فيه ان شاء الله. وانت بتتصدق اخلص النية لله وعدد النوايا وانت بتتصدق، زي ان ربنا يوفقك في مذاكرتك وانك تجيب مجموع واي حاجة انت عايز تدعي بيها. في فيديو مؤثر انا كنت شفته السنة اللي فاتت على رمضان انصحكم انكم تشوفوه، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. حقيقي الفيديو ده هيفرق معاكم جامد وهيغير نظرتكم لرمضان كليا، وهتعرفوا قد ايه فرصة عظيمة لازم تستثمرها كويس وما ينفعش تفوتها من ايدك ابدا. بالتوفيق يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الخير واليمن والبركات. سلام.